بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. عدنا لكم بفيديو آخر من سلسلة فيديوهاتنا التي نبثها على قناة قصص حكايات منوعات. وبالمناسبة على ذكر اسم القناة، نرجو من السادة والسيدات المشاهدين أن يدعمونا بها في هذه القناة بالاشتراك طبعا، والضغط على زر الإعجاب بفيديوهاتنا وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. موضوع اليوم أو الموضوع الذي أود أن أطرحه هنا في هذا الفيديو موضوع يتعلق بمشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، والذي عاد إلى الوجود مجددا. يعد المغرب أقرب دولة إفريقية إلى أوروبا، إذ لا تتجاوز المسافة بينه وبين إسبانيا 12 إلى 13 كيلومتر في بعض النقاط. وطول الطريق بين طنجة وسبتة المحتلة تبدو جبال الأندلس وبعض المدن كطريف والخزيرات وجبل طارق واضحة، وكأن الضفتين توجدان بين نهر كبير. فتوحات الأندلس انطلقت من هذه المنطقة من المغرب، حيث استمر وجود الإسلام والمسلمين في الأندلس لما يقرب من 8 قرون، بنوا خلالها حضارة لا زالت معالمها بارزة ليومنا هذا. أشهر نفق بحري هو نفق المانش، إلا أنه بين دولتين فقط وليس بين قارتين، بين فرنسا وإنجلترا، وقيمته التجارية والاقتصادية ليست في مستوى قيمة ربط قاري كالنفق الذي عاد التفكير في إنشائه بين أوروبا وأفريقيا. الربط القاري بين المغرب وإسبانيا طرح للنقاش بين عاهلي البلدين الراحلين الحسن الثاني وخوان كارلوس منذ أكثر من 4 عقود، إلا أنه أقبر لأسباب سياسية بالدرجة الأولى. هذه الأيام وبعد تحسن العلاقات المغربية الإسبانية التي كانت تعرف الجمود نتيجة موقف إسبانيا الحيادي من قضية الصحراء المغربية، خصوصا وأنها أكثر الدول معرفة بعلاقة سكان الصحراء بالمغرب، باعتبارها كانت تستعمر هذه الأقاليم الجنوبية للمملكة. الآن وبعد تخلصها من هذا الموقف الحيادي واعترافها بمغربية الصحراء، عاد التفكير مجددا في إمكانية إنشاء هذا النفق الذي سيعود بالنفع على غالبية دول القارتين. من قبل كان التفكير في بناء جسر كبير، إلا أن الدراسات الأولية التي أقيمت في المنطقة البحرية أقرت بوجود صعوبات في ذلك نتيجة لتلاقي الصفيحتين التكتونيتين الأوروبية والإفريقية، وهما عبارة عن تربة طينية وليست كلسية كالتي توجد في بحر المانش. لن يشيد بشكل عمودي بل بشكل مائل، ولهذا السبب سيصل طوله ل 38 كيلومتر، منها 28 تحت الماء، وسيساهم بشكل كبير في تسهيل عملية العبور لكل شعوب المنطقتين التي قد يصل تعدادها للملايين في السنة. ومن شأنه أيضا أن يعزز المبادلات التجارية بين العديد من دول إفريقيا وأوروبا. العديد من الناس ستكون ضد هذا المشروع لأن كلفته ستكون كبيرة جدا بالنظر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، ولكن إذا نظرنا إلى المستقبل فسنجد أنه سيعود بالنفع على المغرب وكل دول المنطقة. قناة السويس مثلا
استمر بناؤها لعدة سنوات، مات فيها من مات وعاش من عاش، إلا أنها الآن تعد من أهم شريان الاقتصاد المصري، ولو أن الأمر سيكون مختلفا كون هذه الأخيرة تكلفت بها أيادي أجنبية مقابل استغلالها ل100 سنة، في حين النفق البحري المغربي الإسباني سينجز ويسير من طرف الدولتين المعنيتين أي المغرب وإسبانيا. فهنيئا للمغرب بهذا المشروع الكبير إن تم إنجازه بالفعل. أكتفي بهذا القدر، موعدنا يتجدد في فيديو آخر إن شاء الله، ومع قصة حكاية منوعة. ولا تنسونا من الإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا، وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، وقبل ذلك الاشتراك في القناة. حياكم الله أينما تتواجدون.